استلف تمن تذكرة هجرته لأمريكا وسافر لوحده وهو 18 سنة بس علشان يحقق الحلم الأمريكي. غريب في بلد غريبة، المفروض يشتغل عشان يصرف على أهله وأكله وشربه وبيته وتعليمه، ومفيش مخلوق ما كانش مراهن على فشله. بس عشان المصري جبروت بقى من رجال الأعمال أصحاب الأملاك والاستثمارات في أمريكا ومصر. ميلاد حنا فهمي اتولد في بني سويف سنة 83 من أسرة متوسطة ووالده كان موظف. عشان كده كان كل حلمه إنه يقدر يسافر بره مصر على أمل يقدر يعلى بالمستوى المادي ليه هو وعيلته، لأنه كان عارف إنه لو اتخرج من الجامعة وتعين في أي وظيفة هيفضل طول عمره موظف. عشان كده صمم يكسر الدايرة دي، لغاية ما في يوم واحد صاحبه جاله وقال له أنا هقدم على هجرة لأمريكا، أقدم لك معايا؟ طبعا ميلاد ما ترددش لحظة إنه يوافق، دي حاجة هو بيحلم بيها أصلا. وفعلا صاحبه قدم له ودفع له فلوس التقديم، وبعدها ب3 شهور بس اتفاجئ ان طلب الهجرة توافق عليه، فاستلف فلوس التذاكر وسافر على ولاية تينيسي وما كانش في جيبه غير $300. فتخيل معايا بقى الموقف، شاب 18 سنة خبرته في الحياة صفر، في مكان محدش يعرفه ولا هو يعرف حد، وما كانش مخطط لأي حاجة يعملها، وفوق كل ده مطلوب منه يشتغل عشان ياكل ويشرب ويدرس وكمان يحسن معيشة أهله. فطبعا منتهى الرعب. لكن ميلاد ما كانش ساكت، حاول في كل الفرص قدامه، اشتغل شوية في مطعم وبنزينة، حاول يشتغل في فندق معرفش، لغاية ما اشتغل في توباكو شوب، ودي كانت عبارة عن محلات بقالة وسجاير وهكذا. بس كانت شغلانة فيها شيء من الخطورة شوية، فما كانش أي حد يعرف يشتغلها. بس على قد ما الشغلانة دي كانت فعلا خطر، على قد ما كانت فتحة الخير بالنسبة لميلاد، لأنه بعد ما اتعلم تفاصيل الشغلانة دي عرف بسببها يفتح بيزنس خاص بيه في 2007، وكانت عبارة عن توباكو شوب برضو. وبعدها بكذا سنة فتح محل كمان، وكان بيسمي المحلات دي على أسامي أسرته. سمعاك وانت بتسأل طب هو جاب فلوس منين تخليه يقدر يفتح محل؟ هقولك إن وقتها ميلاد كان بيدرس إلكترونيك إنجينير تكنولوجي، فهو عشان كان فول تايم ستودنت قدر ياخد كارد كبير من الجامعة ويفتح بيها محل. أهو ده بقى اللي بيسموه فن استغلال الفرص اللي قدامك. المهم إن ميلاد كده خلاص الدنيا مشيت والحياة حلوة، فيبدأ يرتاح بقى. بس طبعا مش ده اللي حصل خالص. في يوم لقى واحد صاحبه جاي يكلمه عن تجارة العربيات، وإنه حاول يعملها وفشل فيها. فالموضوع يبدأ ينور في دماغ ميلاد، أصل إيه اللي هيحصل يعني؟ ما هو شاف أكتر من كده بكتير. وفي عز ما البيزنس بتاعه ناجح والدنيا زي الفل، قرر يسيب كل ده ويبيع المحلات بتاعته ويركز بس على تجارة العربيات. أي نعم هو خسر كتير جدا في الأول، بس المهم إنه اتعلم. هي الحياة إيه غير شوية مخاطرة؟ وفعلا لو بصيت عليه دلوقتي هتلاقيه بقى المصري الوحيد في ولاية تينيسي اللي عنده 2 معرض سيارات، ويقدر يحللك أي مشكلة ليها علاقة بالعربيات. يسكت ميلاد على كده؟ لا طبعا، هو برضو مش من النوع اللي بيحب الحياة المستقرة دي، بيحب المخاطرة والتحديات. ده غير انه عارف كويس قوي ان مفيش نوع بيزنس واحد بيفضل شغال طول العمر، لازم تشوف السوق محتاج ايه دلوقتي وتروح تشتغل فيه، حتى لو هتبدأ من الصفر للمرة ال10. عشان كده قرر يدخل على مجال العقارات. في الأول طبعا كان شغال مع نفسه بيجرب في حاجات بسيطة، يشتري ويأجر، يسأل ناس يعرفها شغالة في المجال، يقع شوية ويقوم شوية. بس المهم إنه يتعلم أكتر حاجة يقدر عليها عشان يبقى عنده أسس قوية يقدر يبني عليها اسم كبير موثوق فيه، لغاية ما أسس شركته الخاصة حنا فاميلي هومز، وبقى بيبني بيوت أو يشتري بيوت ويأجرها، أو يشتري بلازا مهجورة ويظبطها، وبعدين يأجرها للناس محلات بالتراخيص بتاعتها والكهرباء والمية وكله. يعني تقدر تأجر منه محل وتفتح أي مشروع ليك، مطعم، كافيه، محل تليفونات، حرفياً أي حاجة. ومش بس كده، استثمارات شركة العقارات دلوقتي خرجت بره أمريكا كمان، بقى عنده استثمارات في دبي وكمان في مصر، في الساحل الشمالي والعاصمة الإدارية وراس الحكمة، لأنه شايف إن مصر من أحسن الأماكن اللي فيها فرص كبيرة للاستثمار. بيقول ميلاد إن ربنا ساعده كتير، عشان كده هو شايف إن من واجبه يساعد الناس اللي لسه بتبدأ حياتها في أمريكا، بينصحهم من خبرته اللي عاشها في أول حياته عشان يسهل عليهم حياتهم، وكمان بيبعدهم عن الغلطات اللي هو وقع فيها في أول حياته في أمريكا. عشان كده دايما يقول لو الفرصة مش متاحة اعمل انت الفرصة. لكن طبعا كل ده ما كانش هيحصل إلا بزقة شريك الحياة اللي كلنا بنبقى محتاجينها في حياتنا.
بيقول ميلاد إن مراته كان ليها فضل كبير جدا في كل اللي وصل له، خصوصا إنها كانت بتدعمه في كل خطوة مهما كان فيها مخاطرة. لا عمرها حسسته إنه هيفشل، ولا عمرها حسسته إن قراره ممكن يأثر عليهم ماديا. وبعد كل اللي حققه ده، ميلاد في الآخر حلمه إنه يقدر يعيش في مصر، أو يعيش ما بين الاتنين، يقعد 6 شهور في أمريكا عشان شغله وباقي السنة في مصر، عشان يقدر يقعد وسط أهله وجيرانه والبلد اللي هو منها ومش بيحب قدها.